في الطوابير العربيات اللي سادة السكة دي مفيش حل، وعربيات كبيرة، عربيات تخوف، أنا بخاف منها. تلاقي عربيات طويلة وراها بتاعت عربيات طويلة سادة السكة، السكة مسدودة في أي حتة. يعني اللي عنده ميعاد في القاهرة ما تعملش زي زمان، لا اطلع قبل الميعاد بساعتين ثلاثة. ليه؟ ما انتش عارف السكة فيها ايه، ما خدتش بالك. هو ده مولد النبي ده هو ميلاد النبي. الاحتفال بالنبي مش قال النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. أنا بنصحك أهو، ده ميلاد النبي. يكون عندك ميعاد في القاهرة يا ابني معلش، إن رحت بميعادك قبل ميعادك بساعة ومال. ليه؟ لأنك ما انتش ضامن إيه اللي في السكة. وربما تكون معاك طيارة، فالطيارة ما تتأخرش، وتأخرت 5 دقائق على أغلى ما أي طيارة حتى مصر الطيارات. فتتصرفوا تقوم بدري، تعدي قبل ميعادك. انت ممكن تقول لنا ليه كده؟ ما تقول لنا النبي يتولد يوم الاثنين يوم 12، ثم يتولد يوم 12 ومات يوم 12. ما الفائده ان انا اقول ايه يعني؟ كبت لك اللب يعني انا سبته؟ ما النبي اتولد ومات عليه الصلاه والسلام. النبي اتولد عليه ومات، الحمد لله. اللي ريحوا من وجوه يا ساتر، ريحوا. كان يقعد من الوجود هذا وجه مرخة يا ساتر يا رب. النبي يعني كان صيدة ولا ايه؟ صيدة تريحوا من وجوههم. ازاي؟ قالوا تعالى كفايه عليك كده، انتقل من حياة التكليف إلى حياة التشريف. الله أكبر. اللهم صل وسلم. انت طهرت بره يا محمد، انت طهرت بره يا حبيبي، طهر باطل الارض. الناس في ظنها ان الصالح بيندفن في ارض صالحه يا غلبه. الصالح يندفن في ارض فاسده.